اهلا بيكم اعزائي المشاهدين والمتابعين لقناتنا قناه فور يو من اجلك، وفيديو جديد معانا على القناه بنقدم لكم فيها شرح جميل وجديد ومميز. نرجع لفيديوهاتنا القديمه بتاعت زمان، فيديوهات الصيانه والتصليحات اللي انا كنت بقدمها لكم قبل كده على القناه. طبعا انا عارف ان الفتره اللي فاتت كانت كلها فيديوهات فنيه وفيديوهات للاورج وعزف وكده، بس هنستمر برضو في فيديوهات العزف والموسيقى، مش هنوقفها. بس حبيت ارجع للنشاط القديم بتاعي واقدم لكم عليه حاجه انا بقالي كتير ما قدمتش عليه. في الفيديو بتاعي النهارده انا بتحدى اي حد يقدر يعمل مشترك كهرباء زي اللي انا بقدمه لكم النهارده. بتحدى اي حد في انه يعمل مشترك افضل منه في المتانه، افضل منه في الخامه، في التحمل، وفي الاحمال اللي يقدر يشيلها، الاحمال الكهربائيه. كنا عارفين اي حد في بيته بيحتاج مشترك يوصل عليه اكتر من جهاز. الكهربائي لما بيجي يعمل لك الكهرباء عمره ما هيحط لك في مكان واحد ثلاث اربع برايز، مستحيل. هو كبير وهيحط اتنين. فانت لو وصلت الشاشه مع الريسيفر محتاج كمان توصل البلاي ستيشن، او محتاج كمان توصل شاحن موبايل تشحن، او هتوصل الفريزر، هتوصل معاه الكمبيوتر. فلازم حاجه تشيل حمل، لان لو حاجه ضعيفه ما تشيلش حمل ممكن تسخن، تتحرق، تعمل لك مصيبه، تولع حاجه في البيت لا قدر الله. فبتبقى حاجه تافهه جدا وبسيطه احنا ما بنهتمش بيها، لكن بتعمل لنا مشاكل كتيره جدا. حلها في ان انا اعمل مشترك متين محترم يعيش معايا العمر كله. وانا بالفعل المشترك اللي انا جايبه لكم النهارده ده انا مش لسه عامله امبارح واقول لكم جربوه وبجرب فيكم، لا. المشترك ده انا شغال بيه بقالي اكتر من 6 شهور، انا ما اشتكيتش منه في حاجه. عملي، محترم، حافظ لي على الجهاز اللي عندي، ما اثرش عندي في اي حاجه. وانا هفكه دلوقتي قدامكم واوريكم مكوناته انا عملته ازاي. بصوا بقى نبتدي. اول شيء هبتدي اشرحه لكم الفيشه. طبعا كل حاجه هتشوفوها شكلها قديم. على فكره من ضمن اللي انا عايز اقوله لكم، الحاجات دي كلها حاجات كانت مستعمله عندي، انا ما اشتريتش جديد يا جماعه. ونبتدي مع بعض واحده واحده. شايفين الفيشه منظرها قديم قدامكم؟ دي كانت فيشه قديمه عندي، بس دي مش فيشه عاديه، دي فيشه ضغط عالي، فيشه تتحمل حمل، تشيل لحد 15 امبير، ما يزعلهاش حاجه. السلك ده سلك ترموبلاستيك محمل، على قد ما تقدر تحمل في السلك حمل، عشان السلك من ضمن الحاجات اللي مع الاحمال الكتيره التقيله السلك بيسخن وبينفخ من جوه وبيضرب. لقيت سلك 2 مللي ماشي زي الفل، 3 مللي ماشي، مش هيخسر في حاجه، مش هيزعلك في شيء. بس لو على حد حملك يعني ملي ونص، 2 مللي زي الفل، حبيت تزود عن كده زي الفل، مفيش مشاكل. الحمل الزياده مش هيزعل معاك، لان انا هقول لك بعد كده ليه تحمل السلك وتقله اكتر من اللي في دماغك. يبقى انتهينا. ده اول حاجه، فيشه ضغط عالي. تاني حاجه السلك. طبعا السلك طوله زي ما انت عاوز تخلي المشترك 5 متر، 10 متر، 2 متر، بس زي السلك اللي انت محتاجه عشانك اعمله. طبعا انا شايل الوش بتاعنا اهو. الوش ده اللي انا جبته جديد الصراحه، يعني عشان ما غشكوش، لان اللي كان في المشترك كان مكسور. نيجي بقى، ده بوط كهرباء كان باقي عندي من شغل الكهرباء زايد، انا ما ركبتوش، ما رجعتوش، كان عندي اصلا. المفاتيح دي الكهربائي لما عمل عندي الكهرباء عمل لي مفاتيح في اماكن يعني صعب الواحد يستخدمها. يعني انت لو لقيت عندك مفتاح عامل لك بارزه، والبارزه دي ورا الدولاب من ساعه ما انت نقلت في الشقه دي، والبارزه دي متداريه ورا الدولاب في ركن بعيد، ما بتستخدمهاش، طب ايه لازمته؟ اقفل مكانها، اقفله، ما يبقاش مكانه اي حاجه بارزه، وفك البارزه واستخدمها في حاجه تانية. فانت ممكن تلاقي في البيت عندك اماكن فيها برايز ما حدش بيستخدمها، فك البرايز دي واستغلها في ان انت تعمل مشترك جميل زي ده، وتبقى في النهايه عملته ببلاش. البرايز دي صدقوني انا ما دفعت فيها جنيه. كنت بلاقي الكهربائيه عاملين برايز في اماكن غريبه يعني ملهاش استخدام خالص، ففكيت البرايز دي وقفلت مكانها عشان ما فيش اي اطفال يلعبوا مكانها ولا حاجه، وخدتها. الوش ده
وش كان باقي من الوشاش، بس دي كانت مكسوره، فانا اتصرفت فيها وجبتها. ممكن تلاقي عندك واحده برضو متداريه كده في مكان، بس الفكره بقى في حاجه دي عين اتنين تلاته، في منها بيبقى عينين اتنين، في منها عين واحده والتانيين مقفولين، فانت هتجيب الثلاث عيون عشان تستغل الثلاث عيون. يبقى البواط كان عندي اصلا، السلك ده كان سلك زايد عندي، الفيشه كانت عندي، الوش ده كان عندي، هو ده اللي اتصرفت فيه وجبته. بنفك المشترك بتاعنا عشان اوريكم هو متجمع ازاي. مش عايز اقول لكم، اكيد المسامير كانت عندي اصلا. بصوا بقى، احنا السلك بتاعنا داخل من بره زي ما انتم شايفين اهو. التوصيله بسيطه جدا وسهله، ما حدش يتخيل انها بالتفاهه دي، يقدر يعملها من غير ما يروح لكهربائي يعمله له او اي حاجه. السلك اهو، اروح بجيب سلك مصمت، بقول له سلك مصمت، السلك اللي هو بيبيتوه في المواسير بتاعه الكهرباء عشان يوصلوا البراز والمفاتيح، يبقى واصل من البريزه لللمبه او من الكوفريه بتاع العداد للبرايز عندك، بيبقى سلك من جوه، ما هو الشعر حته واحده كده، بيسموه سلك مصمت. تمام، باخد منه فرده، ركزوا معايا، فرده اهي. انا المفروض ان انا بعامله احمر واسمر، بس ده عشان انا كنت عامله كده بجرب، فانا ما دققتش في الالوان، هي كانت سلكه فاضله عندي وانا عارف السلكه جايه منين ورايحه فين. الفردين اهم باينين قدامكم اهم، شايفين ده وده، واحد موجب واحد سالب، دول اللي متوصلين في الفيشه. طبعا توصيل الفيشه اي حد بيوصل، هم السلكين طالعين واصلين، عارفين المكانهم، الصبع ده موجب والصبع ده سالب، مش محتاج ان انا افك الفيشه واوريها لكم. انا دخلت فرد هنا اهو من اللي داخل، والفرد التاني ده وصلته هنا، ده الفردين اللي جايين من بره اهو، واخدين بالكم اهو، وصلته على السلكين دول، والسلكين دول دخلت واحد هنا وواحد هنا. والتوصيله بقى خدت وصله سلك كوبري من هنا لهنا، واصله من هنا لهنا، يبقى انا وصلت ده وده وده بفرد من دول. والفرد التاني اللي وصلته فوق برضو عملت سلك كوبري من هنا لهنا ومن هنا لهنا، يعني هو فردين سلك لففتهم، واحد طالع كده والتاني طالع مشي ودخل كده بس، وقفلت البريزة على كده. وركبت المسامير بتاعتي. وركبت الوش عليه. انا جايب نوعين برايز، ادي نوعين من العاديين، دي اسمها برايز بتشينو. لو انت بقى البرايز دي اصلا مش موجودة عندك، مش موجودة عندك زيادة كده، تجيبها ازاي؟ نقول لك بقى تشتري ايه. هتقول له عاوز سلك ترمو بلاستيك، يفضل 2 ملي، ملي ونص. تقول له عاوز فيشة ضغط عالي عشان تستحمل معاك احمال كتيرة. تقول له عاوز برايز بتشينو، دي اسمها برايز بتشينو. انا جايب نوعين برايز، ده نوع عشان اوصل عليه الشاحن الحاجات الصغيرة عشان ما تبقاش بتتهز، وده عشان اوصل عليه اي فيشة بقى، فيشة غسالة، فيشة تلاجة، فيشة شاحن، اي حاجة شغالة معاه. بس انا قلت اجيب نوعين. ممكن استغنى عن باريزة من دي واحط مكانها مفتاح سويتش، اطفي وايد، مفتاح زي المفاتيح اللي في البرازة العادية اللي عندنا. اقول لكم بقى على توصيلة المفتاح بعد كده. واقول له عاوز وش
وش مفتاح، اقول له عاوز بواط كهرباء. ده البواط اللي بيبات في الحيطه اللي بنعمل عليه اسمنت، بس حاجه متينه وكويسه وزي الفل، وخد مني خبط ورزع ما اقولكوش يعني. والباريزه اللي بتشيله الميزه اللي فيها انها بتتحمل لحد 15 امبير، يعني بتستحمل احمال تقيله معانا. وبقى عندي بالشكل ده زي ما انتم شايفين. بس انا فضلت ان انا احط 3 برايز عشان اقدر اوصل 3 حاجات مع بعض. ممكن تستبدل الباريزه دي، تستبدلها بمفتاح، مفتاح سويتش تقدر تفصل وتوصل منه الكهرباء. وده كده يبقى الشكل النهائي. الوشاش دي في منها مربع، في منها الشكل ده. انا الوش كان اصلا عندي. انت هتشوف الشكل الاشيك بالنسبه لك وتوصله عندك وهيبقى زي الفل ان شاء الله. كده الفيديو بتاعنا خلص، يا رب تكونوا استفدتوا منه. في انتظار دعمكم لينا يا جماعه. اشتركوا في القناه وفعلوا جرس الاشعارات واكتبوا لنا تعليق على الفيديو، وشاركوا الفيديو مع كل اصدقائكم عشان الكل يستفيد.